5 في 5 5 أسئلة وهيكون فيهم 5 إجابات مع ضيوفنا. تعالوا نشوف ضيفنا النهاردة جاوب على ال5 أسئلة وقال إيه. لا، هو باستور كان عنده عقد مع المنتخب مصر وينتهي في 30 يونيو القادم، واحنا اتكلمنا معاه طبعا للتجديد والبقاء في الفترة القادمة، واتكلمنا مع مدربين اخرين، فاحنا بنحاول يعني نختار الافضل والانسب للمرحلة القادمة. احنا وصلنا في المنافسات وكده لمركز خامس، فاحنا محتاجين جهاز فني اقوى عشان نوصل لمرحلة اقوى. لا، هو موضوع يعني مش هي دي المشكلة، التفرغ وعدم التفرغ، لأن باستور نفسه اوريدي ما بيقدرش يشتغل أكتر من 6 شهور في السنة. فهو الموضوع مش تفرغ أو عدم تفرغ، هو الموضوع إن إحنا النهاردة بنحط خطة كاملة للمحترفين بتوعنا بره، التوقفات الدولية، البطولات الدولية، بيبقى فيه أجندة سنوية، الشغل اللي هنعمله محلي هيتعمل إزاي. طالما الخطة دي متكاملة وكاملة في كل الوجوه ما بيبقاش مشكلة. يعني هنفترض ان المدير الفني هيجي على التوقفات الدولية، في شغل تاني بيتم هنا يوميا مع اللعيبة اللي موجودة هنا، هو بيتم اثناء الدوري اثناء الاسبوع. فالمهم اهم حاجة بالنسبة لنا ان يكون في مشروع، وهذا المشروع بيكون ليه قائد وبيكون ليه خطة كبيرة. احنا مركزين دلوقتي حضرتك على مشروع للمنتخب الاول، لان المنتخب الاول عنده بطولة افريقيا في يناير اللي جاي، ثم عنده بطولة العالم في يناير 27، ثم عنده الاولمبياد لوس انجلوس 28. فالتركيز الاول المنتخبات القومية وبالذات المنتخب القومي الاول. طبعا الخطة بتاعتنا ان يكون في مشروع كبير بقائد كبير بتخصصات، كل التخصصات تكون متغطية في الجهاز بتاع المنتخب، الإعداد بتاعه، الاحتكاك بتاعه، المعسكرات بتاعته، وكمان منتخبات الشباب والناشئين، لأن هم دول المنتخبات اللي بيكون رافد أساسي ورافد كبير للمنتخب الأول. هو خطة المنتخب الأول إن نمرة 1 في محترفين خارج مصر في أندية كبيرة، وفي محترفين خارج مصر لسه في أندية مش كبيرة بتلعب في الدوري الأوروبي أو في بطولة أوروبا تشامبيون ليج أو كده. فإحنا نمرة 1 بنحاول نخلي المحترفين اللي خارج مصر يروحوا لأندية كبيرة يقدروا يكونوا فيها بيلعبوا في بطولة أوروبا وبيعملوا احتكاك على صفة عالية. لأن هي الفكرة إيه في موضوع المحترفين، إن أنت مهما أنت بتعمل إعداد هنا وتدريبات هنا وكده، لو أنت ما بتلعبش في ليفل عالي مع بطولة أوروبا مع بطولة العالم مع الناس اللعيبة الكبار اللي موجودين في كل حتة، فدي بتساعدك ان انت لما بتعمل احتكاك عالي بتساعدك على ان انت يبقى عندك منتخب قوي. نمرة 2 اللعيبة اللي موجودة عندك بتحاول تخرجها للاحتراف، وده جزء احنا مهتمين بيه، ان احنا نساعد اللعيبة اللي هم في الشباب والناشئين او اللعيبة اللي في الدوري المحلي عندنا ان هم يروحوا يحترفوا. ثم نمرة 3 بقى اللعيبة اللي موجودة دي بتعمل لهم نظام تدريب عشان يبقى متماثل مع اللعيبة اللي هي محترفة بره. لا، هو النظام الدوري الحالي جيد، بس احنا محتاجين ان احنا نزود ونوسع من قاعدة اللاعبين اللي موجودين في مصر، والقاعدة دي مش هتزيد باللعيبة الا طبعا بمساعدة ودعم اللجنة الأولمبية والوزارة وكل الأجهزة اللي موجودة، عشان نقدر ندي دعم للأندية الصغيرة أو الأندية اللي خارج القاهرة واسكندرية وكده، تقدر تطلع لعيبة أعلى، فبالتالي الدوري يبقى فيه لعيبة بيفرز لعيبة كويسة، وده اللي هيزود من مستوى الدوري.